ندخل على اللوبستر. واو واو لوبستر. طلبت كمان بطارخ. حبيت البطارخ كتير يا جماعة. فياجرا فياجرا. بطارخ المحار، تونة، سمك السلمون، استاكوزا مع البطارخ. هاي استاكوزا، لحم التونة. طبق هاد $200 سعره. 57,210 بات. أنا واكل ب 57,210 بات. السلام عليكم. نحن اليوم امام مطعم بوفيه ياباني يعتبر واحد من اغلى المطاعم اليابانيه في تايلاند، اسمه كومونو سوشي. البوفيه هنا بتطلبها عن طريق المينو، بس هذا المطعم له نظام خاص للبوفيه. رح نتعرف على مأكولات المطعم هذا ونظام البوفيه تبعهم. المطعم هون عندهم ترابيزات خارجيه وفي غرف VIP للزباين الخاصه. نحن حنروح للغرف VIP. اول ما دخلنا على المطعم ادبونا الشوب ستيك، هاي العصي اليابانيه، مع طبق مشان تاخذ الاكل بتحطه بالطبق، من الطبق الكبير تنقل للطبق الصغير، وهذا طبق صغير مشان الصلصه او الصوص الياباني. دي البدايه. وفوطه ساقعه ثلج عشان واحد يمسح ايديه وبنفس الوقت يمسح وشه. هذا الصلص الياباني راح نحطه بالطبق هذا ونستنى نشوف المينو اللي عندهم الاكلات اليابانية. هذا المينو: بيض المحار، بيض السلمون، بيض السمك اللي بيطير على سطح البحر، سمك التونة مطحون. هذا الطبق ب 250 بات، هذا ب 350 بات، هنا ب 1200 بات. سلطة جمبري ب 450 بات يعني $15. سلطة سلمون ب 550 بات يعني تقريبا قريب من $20 او $27. هذا الساسومي 750 بات. سمك السلمون اوتورو ساسومي، القطعة الوحدة ب 450 بات القطعة. هذا النوع الثاني يعني الدرجة الثانية شوتورو، القطعة ب 380 بات، قطعة السمك القطعة الصغيرة. هذا السوشي، قطعة اللحم السمك مع الرز أو الجمبري مع الرز أو المحار مع الرز أو الكابوريا مع الرز، 350 بات القطعة يعني $10. القطعة ب $10، في منها ب $12، في منها ب $13 القطعة بالدولار، بيحسبوها من 10 وما فوق. وهذا نفس الموضوع، شايفين نفس الموضوع. جمبري، لا هذا السلمون، هذا السلمون 120 بات يعني حوالي $6، 200 بات. لوبستر 1800 بات حوالي $60. محار 700 بات حوالي $20. وهذا السمك 180 بات يعني كمان $20. لوبستر كمان. كابوريا كان معي 2900 بات الطبق، طبق ب 2900 بات يعني حوالي $70. واو، انا طلبت كل هدول وما حسيت على نفسي. ده انا اتورطت اتورطت بالطلبات. ما راح احسن اكلهم كلهم. ادعوا لي. هذا كبدة الوز، اسمها فياجرا. هي اسمها فياجرا، في فرنسا وفي اوروبا معروفة باسم فياجرا. حقيقي فياجرا اغلى كبدة وز في العالم، الكيلو بوصل $400. تختلف كتير عن كبدة البط أو الدجاج. كبدة الوز لا يعلى عليها، فعلا فياجرا. هذا الطبق الساسومي اللي احنا طلبناه سعره في المينو $200. بطارخ المحار، تونة، سمك السلمون، استاكوزا مع البطارخ. هاي استاكوزا، لحم التونة. طبق هاد $200 سعره. هاي الأعشاب البحرية تتاكل معها. واو. جربة زي بطارخ السمك بس طعمها مختلف.
والله طيبة. أنا أول مرة بحياتي باكل بطارخ المحار. حدا سمع منكم عن بطارخ المحار؟ هي بطارخ المحار. مم. أطيب من بطارخ السمك. هاي سمك السلمون، وهذا الكابي. هاي طريقة أكل الساسومي. الطريقة هاي. زبدة بالثوم بالتم. على فكرة هذا السلمون من أغلى الأنواع اللي حاطينه هنا. في السلمون أنواع كتير منه، في رخيص، هذا أعلى نوع. هاي التونة. الله الله على الطعم الجميل. كمان نفس الحكاية، حتى مع الصوص الياباني. الله، هذا لحم الطونة اللي زعنفته زرقاء بسموه لحم طونة اوتورو. لا، فرق شاسع بينه وبين الحمراء، فرق شاسع. يا سلام، يا سلام على الطعم اللذيذ. هذا لحم ياباني اسمه كوبي. كوبي من اغلى انواع اللحوم اليابانيه، من اغلى انواع اللحوم الكوبيه. هنجربها. يا سلام، انا بعمري وبحياتي ما اكلت لحم بالطعم هذا والزكاوي. هي لحمه الكوبي الياباني. الله. طرية جدا وطعم رائع رائع. انا عمري ما اكلت لحم بهالطعامة هي. نحن حنضل على البوارد هلا حاليا، بعدين بندخل على السخن. كبدة الوز فياجرا، حقيقي فياجرا، معروفة بأوروبا فياجرا. الكبدة هي يا جماعة الوز السمينة بسمنوها، زي ما بيقولوا المصريين بزغلطوها زغلط 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 لغاية ما يصير وزن الوزة 20-30 كيلو. بطلع حجم الكبد تبع من نص كيلو للكيلو. كيلو كبدة الوز بحدود $200 في الأسواق. جوا المطعم وصل $500 كيلو كبدة الوز. الفرنسيين والأوروبيين بيقولوا عنها فياجرا، معروفة فياجرا لنسبة البروتينات والفيتامينات العالية اللي فيها ومنشط الجنسي، فبيقولوا عنها فياجرا، اسمها فياجرا. هاي كبدة الوز. صرت أنا واكل 4 أطباق، يعني بلشت معدتي تتعبى شوي. لحمة تونة اوتورو، أغلى أنواع التونة في العالم تعتبر. بعدين تتغمس بالصوص، بتتاكل بالطريقة هي. بالنسبة للساسومي هي طريقة أكله. بصراحة يعجز اللسان عن الوصف الطعم الأكل اللذيذ. بصراحة والله العظيم ما بعرف كيف أوصف لكم يا جماعة. في قمة الروعة، قمة المذاق اللذيذ والله. وهي لحمة التونة النوع الثاني شوبورو، اسمها شوبورو، كمان تونة. حطها بالصوص. راح نجرب اليوم كل انواع التونة. شيء مو معقول، بقمة الجمال والروعة. طعم ومذاق صعب اوصف لكم اياه، صعب والله صعب. تونة العادية بدنا نحطوا لنا 3 انواع مشان تعرف الفرق بينهم. القطعة هي آخر وحدة التونة العادية عن التنتين اللي أكلناهم في الأول توربو. لا فرق شاسع كتير، مختلف تماما، صراحة مختلف. ساسومي هذا السمك اسمه هاريبا. هذا سمك من القطب الشمالي المتجمد. رح نجرب الهاريبا.
دابت دابت اول ما اتحطت بتمي دابت. سبحان الله نوعيه السمك هذا يا جماعه، اول ما وصلت تمي دابت. سبحان الله، سمك من المحيط المتجمد الشمالي. الشاي الاخضر الياباني. طعمه رائع جدا. ندخل على اللوبستر. واو واو لوبستر. الله الله، هاي لوبستر في الجبنة. يا سلام، لوبستر في الجبنة، نجربها. يا سلام. بطارخ السلمون مع اللوبستر. مذاق رائع جدا. جرب اللوبستر الثانية. شوية حمض ليمون. الله الله الله، الاثنين مذاقهم حلو. الاثنين مذاقهم حلو. لوبستر، هي السمكة حية السمكة. حية السمك، السمك اللي شكله مثل الحية، هذا هو، هذا اللحم حية السمك. نجربها. هي طيبة، بس السلمون والتونة أطيب بكتير يعني منها صراحة. رح نجرب اللحم ماسي ساكا. هذا هي لحم عجل اسمه ماسي ساكا. ماسي ساكا لحم عجل ياباني، أغلى أنواع اللحم في العالم. بوصل الكيلو تبعه بيمكن $1000. رح نشوف مذاقه. أنا بعمري ما أكلت لحم بهالزكاوي هي، وبتدوب بالتم تاكل زبدة. أنا بعمري يا ناس يا جماعة، بعمري ما أكلت لحمة بهالزكاوي هي. طلبت كمان بطارخ. حبيت البطارخ كتير يا جماعة. فياجرا فياجرا. هاي بطارخ الكماري، بطارخ السلمون، وهي مع بطارخ الكماري بيض صفار الحمام. تمام، رح نجربهم. وهي كمان في نوع تاني هون عندنا بطارخ السلمون مع بطارخ الكماري، وبطارخ السمك اللي بيطير على وش البحر، عارفينه؟ له جناح بيطير، بينط وبيطير هيك مسافات طويلة. هذا البطارخ تبعه، بطارخ السمك اللي بيطير. تمام، رح نجرب اول شيء بطارخ السلمون مع بطارخ الكماري مع بيض صفار بيض الحمام. بطارخ السلمون مختلفة كتير عن بطارخ الاسماك التانية. بطارخ السلمون مع بطارخ الكماري مع بطارخ السمك اللي بيطير. بطارخ الكماري مع بطارخ السلمون ولحم التونة. سلام، وجبة غنية جدا صراحة. الأكل الياباني لا يعلى عليه. هاي لحم الكوبي، لحم البقري كوبي الياباني، أغلى أنواع اللحوم في اليابان. هذا ستيك لحم كوبي من أغلى لحوم اليابان. واو واو، يا سلام يا سلام. شايفين؟ الله الله. زبدة زبدة يا ناس، زبدة. الله الله على اللحمة وهالطعم. الله. عبتاكل زبدة من الآخر، عبتاكل زبدة. سمك من المحيط المتجمد. نجربه. اوه، طري كتير، طري. طعمه مختلف عن اي سمك. السمك المحيط المتجمد اللحم لونه ابيض،
زاكي جدا. لا يعلى عليه صراحة، لذيذ جدا. شبع شابو مع اللدن الياباني والجزر الأصفر والفطر والخضار، وهذا كمان فطر، وهي جبنة الصويا عشان تعطي زكاوة للحمة. هي طريق السلق، شايفين، مع شوربة الخضار. هي بس هيك تاخد شوي وبعدين بنشيلها. الله، طعم اللحم جامع مع طعم الخضار. جرب الشوربة. الله الله الله، زكاوة الخضار كلها في مية الشوربة. بصراحة أنا ما بقى أحسن، خلاص. كتير بدعواتكم قدرت آكل كل الأكل اللي طلبته الحمد لله. 57,210 بات. أنا واكل ب 57,210 بات، معقول؟ 2000 دولار، 2000 دولار، 2000 دولار حسابي في المطعم. 57,210 بات، هي قيمة الطلبات اللي أنا طلبتها لو طالب بالطبق. تمام، بس نحن طبعا ما رح ندفع 57,200 بات، رح ندفع بس 200 دولار اللي هي 7062 بات، اللي هو هذا المبلغ في الأخير. 7260 بات، 200 دولار، هي هذا اللي حندفعه. بس قيمة الطلبات اللي طلبناها ب 2000 دولار. أتمنى تكونوا انبسطتوا معي في الفيديو هذا. أنا في حياتي ما أكلت طعام بهالسعر هذا، يعني 2000 دولار وجبة. غالي كتير، غالي كتير. على كل حال نحن داخلين للمطعم من البداية بنظام البوفيه، قد ما بقدر آكل باكل. اللي حدفعه 200 دولار، لو باكل ب 5000 دولار أنا حدفع بس 200 دولار. مثل ما شفتوا في الفاتورة مفصلة فيها كل الأكل، الأطباق اللي أنا طلبتهم، طلب والأعداد والنوعية، كل شيء، يعني كل شيء واضح بالفاتورة إلكترونية. هي بيعطيك المجموع، قيمة الأكل، قيمة الطلبات حسب سعر المينو. تمام، بس هو حدفع أنا بس 200 دولار، مو قيمة الفاتورة الحقيقية. هي ميزة المطعم هذا. الحقيقة مطعم كتير مشوق ولذيذ، وأكله كتير رائع جدا وفريش وياباني 100%، من أجود أنواع المأكولات البحرية صراحة. بصراحة ما راح أحسن أقوم على الترابيزة، جسمي ما عاد يحملني من كتر الأكل. راح أعمل شوية راحة، بريك شوي عشان أرتاح. على كل حال بتمنى إنه يكون الفيديو عجبكم، ولا تنسوا المشاركة واللايك، ومع السلامة.